يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور، تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم البنات، مرحبا بكم في القناة ديالي مرة أخرى. وكنقول لكم عواشكم مبروكة ورمضان كريم، الله يدخل علينا بالخير واليوم والبركات، وباش ما كتمنوا إن شاء الله يا ربي. وما تنساوش الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان كيقول: اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اذا نبداو الفيديو ديال اليوم على بركه الله. اول حاجه كنستسمح منكم لاني تاخرت، كاين الناس اللي كانوا كينتظروا مني الفيديو باش ياخذوا افكار، ولكن للاسف تاخرت. اليوم عاد كتاب انني ننزل معكم الفيديو. الناس اللي تابعوا معايا خيمة رمضان وكذلك فيديو ديال السلم ديال إيكيا والطباعة على الثوب. بالنسبة للناس اللي ما شافوش هذا الفيديو غادي نخلي لكم اللينك في أسفل الفيديو، شوفوه إذا باقي ما شفتوه. دابا جمعت ديك المنتوجات كاملين وغادي نحضرهم معاكم. كيف ما كتشوفوا هنايا بديت الترتيبات الأولية، كنت كننزل الأفكار وكنحاول أنني ننسق بين يعني الركن والركن. فهنايا غادي تشوفوا صور، بعض المرات كنحط حاجة وبعض المرات كتجي في صورة حاجة أخرى. هنا البنات كنت كنصور يعني معكم بتلقائية وبعفوية، بحال اللي كنت كنوجد الركن الرمضاني ديالي هكذاك صورته معكم. يعني ما حاولت انني ما نكثرش فيه المونتاج، خليته هكذاك على الطبيعة ديالو. المهم هذه خيمة ديال رمضان كيف ما كتشوفوا فيها. حطيت فيها الوسادة، وحطيت فيها مبخرة ديال البخور، وحطيت فيها الإضاءة وهكذا شي ديكورات آخرين، وداك الطبالي أو الطيافر صغارين حطيتهم حتى هما تما باش على شكل قاعدة. هنا هذا هو السلم ديالنا البنات اللي كنت قلت لكم على أنني بعد ما كملت التصوير معكم جاني فيه الفراغ بزاف، وزدت ملأته بالسلالم أخرى وعطاني هذا الشكل هذا اللي جا شكل جميل وأنيق كيف ما كتشوفوا هنايا. حاولت أنني حتى هو نعمل فيه الإضاءة ونعمل فيه يعني حطيت فيه واحد الثوب اللي يناسب لي الخيمة ديال رمضان وعطى هذا الشكل هذا الأنيق جدا. وهنايا أكيد ما يمكنش نعملوا ديكور وننساو هلال رمضان. الله يتقبل منا هذا الشهر هذا يا ربي، يقوينا الله سبحانه وتعالى على الصيام وعلى القيام. بالنسبة للزينة كيف ما تشوفوا كاين الزينة اللي كانت عندي من السنوات الماضية، حتى هي جددت فيها بعض الأشياء بسيطة وحاولت أنني نخدم بها حتى هي، وأشياء أخرى اللي صورتها معكم، وكاين أشياء اللي ما صورتهاش معكم يعني ما بقالش الوقت أنني نصور، حتى هي غادي نحاول أنني نزين بها. غادي نعمل واحد الوقفة البنات على السلم.
بالنسبة للسلم اللي صنعت، هو أكيد هو سلم عبارة عن ديكور وكيتباع في إيكيا بثمن جد مرتفع. كل واحد شنو كيبغي يحط فيه، كاين اللي كيبغي يحط فيه المناديل، كاين اللي كيبغي يحط الورود، المهم كل واحد شنو كيحط فيه. ولكن أنا عطاني في رمضان واحد الطابع آخر، اللي هو إذا كتذكروا البنات ملي كنا باقيين صغارين، كنا باقي أطفال، كنكونوا أول يوم صمنا كانوا كيطلعونا فوق السلم وكيعطيونا الحليب والتمر بعد صلاة يعني بعد أذان آه، المغرب، لأن كانوا كيفرحوا بينا وكيفرحوا بالأطفال اللي هما أول يوم صاموا. كاين اللي كيبالغ وكيعمل مثلا شدة، كيزين الأطفال ديالو، كيعرض على العائلة، كيعرض على الأصدقاء وكيعمل على شكل حفل كبير. ولكن حنايا أنا كنتذكر بالخصوص أنا أن عملت هاد الطقوس هذه البسيطة، هو أنني طلعت في السلم وعطاوني الحليب وعطاوني التمر وعطاوني حتى البيضة يعني كان واحد الطقوس رائع. ما عرفتش البنات واش نتوما كنتو كتعملوها كعادة في يعني في المدن ديالكم، خاصة مدينة المغرب، وواش باقي حاليا محافظين عليها. الحقيقة كانت واحد الطقوس رائعة كانوا كيقوموا بها الوالدين ديالنا، هي بسيطة ولكن المدلول ديالها رائع. يعني كيحببوك في الصيام وكيشجعوك على ديك اليوم، واخا يكون بعض المرات يوم طويل وانتينا باقي صغيرة وكتشوف الشهيوات وما كتقدرش، يعني كتقاوم راسك انك ما تاكلش. فهذا يعني في النهاية ديال اليوم كيعطيوك على شكل جائزة، وكاين اللي كيعطيوك مثلا هدية، كيعطيوك ولكن غير كوميم انهم يحتفلوا بك ويطلعوك من السطح ويطلعوك فوق السلم وكتكون الزغاريت وكيكون الفرح. في الحقيقة كان واحد الجو رائع. كنتمنى والله الا كنتمنى يعني نعودوا هاد الطقوس اللي كنا كنعملوا الأطفال ديالنا، هاد العادات وهاد التقاليد. الحقيقة هي رائعة، ماشي في الإسلام ديالنا أكيد، ولكن هي قريبة. يعني العرف دائما كيكون قريب يعني الدين ديالنا، لأن حنا كيحكمنا العرف وكتحكمنا يعني القاعدة ديال الله سبحانه وتعالى. المهم هذا هو السلم ديالنا، هذه هي الخيمة ديالي البنات اللي شاركت معكم. هنا في هذا الركن هذا عملت حطيت المصحف في هذه الزوايا هذه باش نجلس ملي نبغي نقرا قرآن نجلس. تما عملت واحد الكريسي فوق منه وسادة ومنديل، حتى هو عطى واحد الشكل مزيون، شكل أنيق جدا. هنا كيف ما كتشوفوا هذا هو أو هذه هي الزينة الرمضانية ديال هاد السنة اللي شاركت معكم. هنا حطيت الطبق ديال التمر. التمر البنات كيفكرنا دائما بالصيام، اننا ملي كنكونوا كنصوموا دائما كنفرقوا الصيام بالتمر او بالماء كما كان يوصي الرسول عليه الصلاة والسلام، اما بالماء فانه طهارة او بالتمر فان فيه بركة. يعني الانسان هاد جوج الحاجات خصو يسبق يفطر بهم. صافي هنايا دوك السلم كيف ما كتشوفوا هنا في الصورة ربطته، أو في الزاوية اللي حطيته على أنه هو لتحت والقمر أو الهلال فوق منه باش يعطي ديك التناسق اللي عندي أنا في الفكر ديالي. يعني هاد اللوحة هذه اللي عدلت الركن الرمضاني هي كتعبر على المشاعر ديالي تجاه العادات والتقاليد ديالنا في رمضان. هنايا داك الطريبش ديال اللي كنلبسو حنايا المغاربة حتى هو كيعبر على يعني الطفل الصغير ملي كيصوم حتى هو كيلبسوا له الجلباب، كيلبسوا له الطريبش، فكيعطي واحد الطقس واحد الطقوس جميلة في رمضان. والله الا ما كرهتش البنات نردوا ديك العادات وديك التقاليد اللي كنا عندنا في الصغر ديالنا. الجيل اللي طالع دابا ما بقاش كيعقل وما بقاش كيعرف واش كاينه عادات ولا ما كايناش.
حتى أن الدرجة أن حنا ملي كنا باقيين صغار ليلة د رمضان ما كناش كنعسو، وتا الليلة د العيد ما كناش كنعسو بالفرحة. يعني ما تجي واحد الشهر كتكون فيه الحلويات، كتكون فيه الزيارات، كتكون فيه العائلة كتجمع، كتكون فيه الشهيوات، كيكون فيه صلاة التراويح. كنا صغارين حتى حنا كنلبسوا علينا وكنمشيو نصليو في المسجد. يعني كنتمنى ما شاء الله هاد العادات ما نتخلاوش عليها، وهاد التقاليد نبقاو قابطين فيها ونورثوها للابناء ديالنا والاولاد ديالنا كيف ما كنقول لكم دائما. اذا غادي نكتفي، ما نطولش عليكم بزاف بالكلام، وغادي نخليكم مع هاد الصور الرائعه ديال الركن رمضان. كنتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم واستحسنتوا نتوما، وفكركم ولو بالقليل في الماضي الجميل وفي الذكريات الرائعة اللي مرينا بها وحنايا صغار. حتى الإضاءة البنات كتعبر على شهر رمضان، لأن حنا كنعيشوا النهار وكنعيشوا الليل. فبالطبيعة النهار كيكون يعني الشمس شرقة من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن بالليل ضروري أننا كنكثروا الإضاءة، لأننا كنسهروا فيه، كنقراو فيه القرآن، كنعملوا فيه صلاة التراويح، صلاة التهجد. يعني حتى الليل ديالو كنعيشوه. فالشهر الوحيد اللي عطانا الله سبحانه وتعالى نصوم نهاره ونقيم ليله. فسبحان الله، هو شهر الله، شهر القرآن، شهر العبادة، شهر الغفران. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يتقبل منا سائر الأعمال، ويتكتب في ميزان في الكتاب ديالنا، ويتقل به الله سبحانه وتعالى ميزان حسنات ديالنا، ويتقبل منا الله سبحانه وتعالى كاملين. أولا وأخيرا كنعتذر على الناس اللي كانوا كينتظروا هذا الفيديو بفارغ الصبر، ولكن البنات نتوما كتعرفوا يعني التوجد ديال رمضان ما كيتسالاش، وانا ما بقاليش الوقت انني نصور ونحط، رغم انني صورت، ولكن المونتاج هو اللي تاخرت به. فنخليكم وكنضربكم موعد مع فيديو اخر باذن الله، دائما يعني في اطار شهر رمضان. وكنقول لكم تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال، وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان كريم. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور، تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور. فمن بركاته عقل سليم، ورأي صائب فكر منير، ورأي صائب فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعادة